عارفين المشاعر دي زي واحد قالك هبعت لك شنطة فلوس تحل بيها كل مشاكلك وتقدر تعيشك عيشة كويسة جدا وتقدر تعمل كل اللي انت عايزه، بس الراجل او الرسول اللي جايب لك شنطة الفلوس دي ريحته منيلة ب60 نيلة. هتعمل ايه؟ هل هتاخد شنطة الفلوس بغض النظر عن الريحة، وانا عارف طبعا ان انت هتعمل كده، ولا هترجع الفلوس بالراجل وتقول له لا مش عايز؟ هي كده المشاعر السلبية جايه لك برسالة علشان تزكيك، وده اللي هنعرفه لما نكمل مع بعض الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللي متابع معانا كورس الذكاء العاطفي من البداية، احنا وصلنا في الرحلة للفيديو السابع، كيف تتواصل مع مشاعرك وتتقبلها. وعلشان تقدر تستفاد من اي شعور بيحصل ليك كان لازم تفهم المشاعر الإيجابية بس، لا وكمان السلبية، لأن المشاعر دي عبارة عن ساعي بريد بيوصل لك رسالة، وزي ما قلنا إن المشاعر كلها عبارة عن رسالة يا إما تتقبلها أو ترفضها. وطبعا لو رفضت المشاعر دي اعرف تماما إنها هتزيد وهتتكرر في حياتك. فإحنا النهاردة عايزين نعرف المشاعر السلبية دي نتقبلها إزاي. وعلشان اقدر افك شفرة المشاعر دي، عارفين المشاعر دي زي واحد قالك هبعت لك شنطة فلوس تحل بيها كل مشاكلك وتقدر تعيشك عيشة كويسة جدا وتقدر تعمل كل اللي انت عايزه، بس الراجل او الرسول اللي جايب لك شنطة الفلوس دي ريحته منيلة ب60 نيلة. هتعمل ايه؟ هل هتاخد شنطة الفلوس بغض النظر عن الريحة، وانا عارف طبعا ان انت هتعمل كده، ولا هترجع الفلوس بالراجل وتقول له لا مش عايز؟ هي كده المشاعر السلبية جايه لك برسالة علشان تزكيك، وده اللي هنعرفه لما نكمل مع بعض الفيديو. طيب اتواصل مع مشاعري دي ازاي؟ علشان اتواصل مع مشاعري واتقبلها، اول حاجة لازم اعبر عن الشعور اللي جوايا بوضوح تام. كم من الناس اللي لو سألناهم انت حاسس بايه دلوقتي هيقول لك مش عارف، او ممكن كمان يقول لك حاسس اني فاشل. طب ما هو الفشل ده مش شعور، دي فكرتك عن نفسك. ما هو برضك النجاح ملوش مسك، انت ناجح. طب ناجح في ايه؟ هل في الشغل؟ هل في العلاقات؟ هل في علاقتك مع أولادك؟ علاقتك مع زوجتك؟ حاجات كتير قوي ما تقدرش ان انت تسمي بيها النجاح. طيب واحدة تقولك انا حاسة اني قبيحة. طب ما هو الجمال ده برضك ملوش مسك. هل جمال الروح؟ هل جمال الجسد؟ هل جمال الشغل؟ هل جمال يعني الجمال برضك ملوش، ما تقدرش ان انت تمسكه. يبقى ممكن انا اخلط الشعور بفكرتي عن نفسي الغلط، او ممكن استنتج من نظرة الناس ليا شعور. انا حاسس اني غير مهم، او حاسس مثلا بالتجاهل، وده برضو مش شعور، ده استنتاج لنظرة الناس ليك. فلازم اعرف ايه الفرق بين مشاعرك ونظرتك انت لنفسك، وده اول خطأ ممكن ان احنا نقع فيه. وانت بتحاول تتعرف على مشاعرك انت ممكن تسأل نفسك سؤال: انا لما فلان تجاهلني حسيت بايه جوايا؟ وبشيل فلان خالص من المشهد. مثلا حسيت بخيبة امل، او حسيت اني منعزل. لما الاخر كان فاقد الثقة فيا انا حسيت بايه؟ حسيت مثلا باني مرتبك او منزعج او مختل او وحيد. يبقى لازم اعرف اسماء المشاعر، والمشاعر زي ما احنا عارفين كتيرة جدا. هسيب في الوصف تحت المشاعر الايجابية والمشاعر اللي احنا بنسميها سلبية، وطبعا المشاعر الايجابية اللي هي لما بيتم تلبية طلبي في شيء معين، والمشاعر السلبية لما ما يتمش تلبية طلبي في شيء معين برضه. يبقى اول حاجة اعبر عن الشعور بوضوح، واسأل نفسي سؤال: ايه الشعور اللي انا حاسس بيه دلوقتي؟ على اعتبار ان انا عرفت الشعور، تمام، اسأل نفسي كمان سؤال: هو الشعور ده موجود فين في جسمي؟ هل هو في منطقة الصدر ولا في الرجل ولا في الايد؟ مهم جدا ان انا امارس العملية دي. اول مرة اكيد مش هتوصل لنتيجة، لان احنا مثلناها كده بالعضلة. لو قعدت تشتغل عليها كتير اكيد العضلة دي هتقوى وتشتغل وهتوصل لنتيجة كويسة مع مرور الوقت. والسؤال الثالث اللي هتسأله لنفسك: ايه هي الافكار اللي جات لي بعد ما حسيت بالشعور ده؟ الشعور ده مثلا ممكن يكون خيبة امل. انا رحت اشرب كوباية قهوة في اي كافيه، وبعدين كانوا بيقولوا لي ان الكافيه ده هتشرب فيه كوباية قهوة جامدة جدا. لما قعدت اشرب الكوباية القهوة دي حسيت بخيبة امل. كل اللي قالوه لي ده طلع مش صحيح. وخد بالك كمان، لو نظرتك لذاتك قليلة عقلك اللاواعي هيفضل يجيب القديم والجديد ويدخلك في متاهة، والشعور اللي كان بادئ بعدم راحة هيتطور وهيوصل الشعور ده لأصعب من كده. انا بعقلي الواعي بقطع الطريق على العقل
العقل اللاواعي تماما وبفكر في دلوقتي والآن. حصل معايا الموقف ده تسبب ليا في شعور جوايا بكذا، بخيبة أمل زي ما قلنا مثلا. مع تكرار الموقف ده أنا هنا فعليا بنور النور على الشعور. كان بيجي الشعور ومع مرور الوقت بيمشي ويفضل متخزن جوايا. أنا هنا هدور على حل. خلاص أنا فعلا حاسس إني مثلا مرتبك أو حاسس مثلا بخيبة أمل. هتقبل الشعور ده وأبدأ أدور أنا مرتبك ليه. أنا هنا عايز أقوي نفسي في الحتة دي. أبدأ في التطور الذاتي واشتغل على نفسي في المواقف المشابهة زي دي. طيب سؤال كمان، هل الشعور ده مألوف ليا؟ كل دي أسئلة في البداية ممكن تكون أنت بتاخدها وبتاخد معاك وقت، ولكن مع مرور الوقت هتعملها كأنك كده متعلم السواقة، بتمشي أوتوماتيك. مقدار ما يحصل لك شعور تبدأ ان انت تفنط كل الحاجات دي وتشتغل جواك. وبسأل نفسي السؤال، هل الشعور ده مألوف ليا؟ يعني بيحصل لي كتير؟ امتى اخر مرة انا حسيت بالشعور ده؟ واسأل نفسي سؤال كمان، هل فعلا الموقف ده بيضايق للدرجة اللي أنا حاسس بيها دلوقتي ولا أنا مأفور شوية؟ لو عرفت إن الشعور ده له جذور في الماضي عندي بيكون خلاص ما ينفعش إني أتعامل مع الشعور ده بصفة شخصية، حاجة أنا ماليش ذنب فيها، هدفع تمنها دلوقتي ليه؟ بعد كده أقبل الشعور واسمح له ياخد وقته. أنا متضايق وعارف إني متضايق ومن إيه؟ خلاص تمام، سيب الشعور ياخد وقته وخد نفس عميق واخرجه، وكرر الموضوع ده من 3 ل 4 مرات. او عبر عن شعورك ده اللي هو جواك ده عن طريق الكتابة. اكتب كتابة حرة، يعني اكتب اللي نفسك فيه واللي انت حاسس بيه دلوقتي. انت هنا بتعمل عملية تفريغ للمشاعر اللي انت مسميها سلبية. او ممكن تصلي او تذكر ربنا او تتأمل وعيش بقلبك كده شوية. بعد كده ولحد دلوقتي المفروض ان انت عرفت خلاص الشعور ده جاي برسالة لا محالة انه جاي علشان يزكيك ويطورك في الحتة اللي انت حسيت بيها مثلا وليكن بخيبة امل دي. واسأل نفسي ايه الشعور اللي انا عايز يكون بدل الشعور اللي عندي بخيبة الامل ده. واسأل نفسي سؤال اخير، ايه السعي المطلوب مني لاني اوصل للهدف ده؟ لو سمينا الشعور دلوقتي اللي عندنا خيبة الأمل، أنا دلوقتي وفي سعي في الطريق وفي التطور عايز أوصل للشعور المقابل ليه، اللي هو شعور مثلا ممكن نسميه شعور بالراحة، شعور بالتقبل، شعور بالفخر إني جبت حاجة وطلعت مثلا كويسة. لو إيه السعي المطلوب مني بقى لإني أوصل للشعور التاني ده اللي أنا حابه يكون عندي؟ وبعد كده كان لازم نعرف حاجة مهمة جدا هتسهل لنا كل اللي فات ده، إني أعرف نفسي أنا نمطي إيه، وازاي الانماط بتاع الشخصية دي بتغير من طريقة تفكيري، وايه النمط او الانماط الغير امنة. وده اللي هنعرفه في الفيديو الجاي ان شاء الله. لايك وشير وتعليق تقول لنا رأيك فيه، وما تنساش ان مشاركتك بتجربة ليك هي بمثابة نور بتنور لناس الطريق مظلم قدامها. وبس كده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.